انا من بدايه الامر انا بحب التعليم جدا، يعني كان عندي هدف ان انا اتجدعن في الثانويه العامه واجيب مجموع اخش طب او صيدله. فمجموعي والتنسيق بتاعي جاب لي صيدله، الحمد لله اجتهدت وجبت درجات كويسه في خلال دراستي في الجامعه. وبعد ما اتخرجت بابا فاجئني ولقيته عامل لي صيدله باسمي، والحمد لله مشروعها ناجح جدا. فانا ما كنتش بفكر في الارتباط، يعني مش من بنات اللي شاغلين بالهم بالحب وان انا ارتبط بشاب او ان انا اعجب بشاب، لا. كان كل تركيزي كله في التعليم، ان انا اكون حاجه. يعني هدفي كله كنت مركزه كله في التعليم، وان انا اكون انسانه ناجحه، وان انا اكون صيدلانيه وابقى عندي صيدله كويسه وانمي مشروعي. فما كانش عندي انشغالات يعني بالحب، وما مريتش حتى في سن المراهقه. يعني انا بحب التعليم اكتر. لغاية ما في يوم من الأيام لقيت بابا باعت حاجات مع ابن البواب. كان احنا طبعا واخدين شقة تمليك في كمباوند كويس عائلي حلو جدا، وكان عندنا حارس وكان عندنا بواب. فابن البواب لقيته فوجئت كده، لقيته بيضرب الجرس، لقيته بيقول لي والدك باعت الحاجات دي للمدام. قلت له هو مين انت؟ قال لي انا ابن البواب. قلت له امال فين البواب ما جاش ليه؟ قال لي والدي تعبان شويه وانا ماسك الشغل مكانه اليومين دول. بصيت لقيته واد شاب وسيم جدا، يعني جميل بمعنى جميل. إيه شكله، هيئته، إيه لبسه. ما حسيتش ان ده ممكن يكون ابن البواب، انا قلت اكيد ده موظف في الشركه بتاعت بابا. فبقول له انت ابن البواب؟ قال لي اه يا انا ابن البواب. في حاجه يا مدام؟ يا فندم. قلت له لا بس انا مستغربه، يعني انا اول مره اشوفك. هو انت تعليمك ايه؟ قال لي انا معايا بكالوريوس تجاره وشغال في شركه. دخلت بواسطه وشغال بشركه براتب كويس، بس طبعا الشغل مش عيب، وانا ليا اخوات كتير، وبابا بيشتغل وابويا بيشتغل بواب هنا على العماره بتاعتكم، وانا بساعده لما لقيت تعبان. فالشغل يا انسه مش عيب. قلت له تمام، ربنا يعينك. واخدت منه الطلبات ودخلتها لوالدتي. بس في الوقت ده جذبني جدا، يعني انا لفت نظري جماله وشخصيته، وما توقعتش ان ممكن يكون ده الشاب الوسيم الحلو ده يكون ابن بواب. المهم دخلت لماما الطلبات وانا عماله افكر ايه الشاب ده، ايه الشاب الوسيم ده، انا عمري ما شفت الجمال ده. الانسان ده مش لايق عليه ابدا ان يكون ابن بواب، ده باين عليه ان هو شخصيه ابن ناس قوي. المهم في الاول يا بنت ما تفكريش، خليكي في شغلك، هو انت هتبصي لابن البواب؟ وكبرت دماغي. لغايه ما تاني يوم لقيت والدتي بترن على ابن البوابه وبتقول له انا عايزه حاجات من السوبر ماركت. راح فعلا لقيته بيرن الجرس وجايبها. بصيت لقيته هو نفس الشخص، جذبني اكتر. إيه خير؟ قال لي والدتك طلبت حاجات وانا جبتها لها، والرقم بتاعي خديه معاكي يا انسه لو احتجت حاجه انا تحت امرك. على ما بابا يستلم الشغل خدي برضو رقم معاكي لو احتجت حاجه من السوبر ماركت او اي حاجات من بره، يبقى اتصل عليا مباشر وانا اجيب لك اللي انت عايزه. قلت له تمام. فاخدت فعلا منه الرقم وسجلته عندي، وجيت ابص لقيت نفسي عماله افكر فيه. كان شيء بالنسبه لي غريب جدا. المهم لما لقيت نفسي بفكر فيه كده ونفسي اشوفه، كان فتره ما كانش بيجي، وكانت والدتي يعني كانت بقول لي يا ماما انت مش محتاجه حاجه من البوابه يجيبها لنا، مش محتاجه حاجه من تحت من السوبر ماركت. تقول لي لا خلاص انا جايبه ايه طلباتي كلها مكفيه، مش عايزه، انا عايزه اي سبب ان انا يعني اكلمه او اشوفه او كده. لقيت نفسي برن عليه من تليفوني. المهم اتصلت عليه قلت له الو ايوه. قال لي ايوه يا انسه محتاجه حاجه؟ قلت له اه محتاجه. تعرف تجيب لي بس من السوبر ماركت شوكولاتات كده معينه، وكتبت له بعد حاجات كده يجيبها لي. فهو حس من نبره صوتي ان انا بتلكك او ان انا يعني بكلمه ان انا مش عايزه حاجه، لان كان كلامي فيه تردد كده وكان فيه ما فيهوش ثقه كده. كان حاسس ان انا بتكلم وانا هايبه كده ومتخوفه كده او متردده بالكلام، مش راضي يتجمع معايا، فحس ان انا عاملاها سبب. المهم قال لي خلاص يا انسه ايه، هروح اجيب لك الحاجات من السوبر ماركت واجيبها لك وهاجي. قلت تمام. رحت لقيت نفسي بلبس وبتشيك كده بحط ميك اب وعماله اتزوق كده، يعني ايه يعني ده يشوفني في اجمل وجه، انا اصلا جميله جدا. المهم فتحت الباب، لما ضرب الجرس لقيته قدامي، ما بقتش عارفه اقول له ايه. قلت له انت جبت الحاجه؟ قال لي اه. قلت له والله انا شكرا قوي ان انت جبتها، ده انت ما اتاخرتش. قال لي ولو عاوزت اي حاجه يا انسه بس اتصل عليا وانا اجيبها لك، انا تحت خدمتك. قلت له اه تمام تمام ماشي. فبقيت اتكلم وانا متردده ووشي يحمر كده. بصراحه جبت بيه، خدت منه الحاجه وقعدت افكر. حتى ما اكلتهاش ولا بصيت فيها، انا كان هدفي كله ان انا اشوفه. قعدت افكر طب انا عايزه اكلمه ازاي. لقيت نفسي تاني يوم نازله العماره بحاول ان انا الفت نظره ليا. ناديت عليه، كانش موجود على البوابه. ناديت عليه قلت له ايوه يا احمد يا احمد. قال لي ايوه انسه.
قلت له انت مش قاعد بره ليه؟ قال لي لا انا جوه بس هم طبعا عاطشين، البواب ساكن تحت السلم كده. قال لا ده انا بس جوه بعمل حاجه كوبايه شاي وكلام من ده، عايز حاجه يا انسه؟ قلت له اه انا عايزك بس تبقى تجيب لي حاجات من السوبر ماركت، انا رايحه الصيدليه دلوقتي، وتحاول تعدي عليا الصيدليه بتاعتي مش بعيده من هنا. قال لي تمام. المهم جاب لي حاجات الصيدليه، وانا عماله ابص له باعجاب جدا. ايه القمر ده؟ انا ما شفتش جمال كده بصراحه، لبسه شيك قوي، اللي يشوفه ما يقولش ده ابن بواب. حسيت ان ده انسان غريب او كده. المهم حصل بينه وبينه لفتة اعجاب، انا لفتت نظره فلقيته بيبتسم لي كده بيقول لي لو عايزت حاجه اتصل عليا وانا اجيبها لك، ما تتردديش، ولو احتجت اي حاجه او اي مساعده كلميني، واتمنى ان انت تكرري المكالمه دي تاني. فقلت له اه كلمه ايه؟ قال لي لا مفيش، بس انت لو احتاج حاجه تكلميني، انا بصي قاعد في اي وقت فاضي، لو عايزه تكلميني في اي حاجه او عايزه انا اساعدك في اي شيء او اي حاجه في الصيدليه. انا واخد فتره اجازه من الشركه على ما بابا يقوم بالسلامه عشان شغله ما تفصلش منه. قلت له خلاص تمام. لقيت نفسي بالليل برن عليه بقول له انت عامل ايه، والدك عامل ايه دلوقتي؟ قال لي الحمد لله في تحسن، وهيبدا بكره يجي السلام الشغل. في الوقت ده انا زعلت جدا. ياه يعني انت هتسيب العماره وما عادش اشوفك تاني؟ طبعا هيرجع شغله في الشركه ووالده هيبدا يستلم الشغل بداله. طب انا هشوفه ازاي؟ وبدات ان انا ابقى هايبه كده ومزعلانه ومكتئبه. المهم قلت له انا مش هشوفك تاني. اللي بتقولي ايه؟ قلت له لا ما فيش اي حاجه. طب كويس، انا باباك كويس وهيرجع ان شاء الله يمسك شغله، الحمد لله على سلامته. هو حس ان انا كلامي كلمه ان انا هشوفك تاني حس ان انا معجبه بيه. فالمهم قفلت معاه قلت له طب مع السلامه، مع السلامه، قمت قافله معاه. فوجئت لقيته هو اللي بيرن عليا بيقول لي انت عامله ايه؟ قلت له تمام. انت خير في حاجه؟ قال لي والله لقيت نفسي وحشنا صوتك قلت اسمعه. ساعتها الكلمه ديت عجبتني جدا، وفي نفس الوقت قلت له بتقول ايه؟ قال لي وحشني صوتك، حبيت ان انا اسمعك واكلمك، انا بقالي كام يوم ما شفتكيش وبصراحه وحشتيني. قلت له انت بتقول الكلام ده ازاي؟ قال لي انا معجب بيكي بصراحه، وقلبي يعني مجذوب لك كده وحاسس من ناحيتك بحب. انت مش بتبادليني نفس الشعور؟ قلت له هو مش عارفه انت بتقول الكلام ده ازاي، وازاي انت تتجرأ عليك وتكلمني بالطريقه دي؟ قال لي مش بقصد، بس انت يعني انت مش ما عندكش ميول ليا زي ما انا عندي ميول لك، اكيد انت معجبه بيا. قلت له طب انا هقفل دلوقتي. ولقيت نفسي مستقوي ان هو اللي اعترف لي. المهم تاني يوم لقيت لي برن عليه بقول له انت عامل ايه وعامل ايه في شغلك؟ قال لي تمام. قلت له مش هنشوفك؟ قال لي ايه، محتاج حاجه اعملها لك، محتاج حاجه اجيبها لك؟ قلت له اه يبقى عدى عليا في الصيدليه كده. المهم جه الصيدليه قلت له معلش أنا ممكن اطلب منك حاجه ليه؟ قلت له محتاجه حاجات بس من السوبر ماركت ممكن تجيبها لي، انا عايزه اخترع اي سبب عشان اشوفه. قال لي تمام. جاب لي فعلا حاجات ولقيتني بكلمه كده وبقول له اما تروح البيت ولقيت نفسك فاضي بكلمني على التليفون. المهم بدأنا نتكلم مع بعض، والكلام جاب كلام، وبدأ يعترف له بحبه وأنا اعترفت له بحبي، لغاية ما بدأنا إن احنا نتقابل مع بعض. بدأنا نتقابل في أماكن عامة لغاية ما وصل بينا إن احنا نتقابل في أماكن خاصة. وحصل اللي مكنتش أتوقعه، حصل حاجة مش هتعجب أي حد. المهم في الوقت اللي حصل الغلط ده، هو طبعا كان ذكي جدا وعارف إن ممكن بابا ما يوافقش بيه، فحاول إن هو يستجلبني لغاية ما يكسر عيني عشان يجبر أهلي إن هم يوافقوا. ده اللي أنا حسيته. المهم لما حصل بيني وبينه علاقه، انا قلت له دلوقتي لازم تتجوزني وكده. قال لي خلاص اتقدم لك. قلت له لا اجيبها لاهلي ازاي؟ اهلي ممكن ما يوافقوش بالنسبه للاحوال الاجتماعيه بتاعت اهلي. طب سيبني ان انا احاول اقنع اهلي كده وانا هكلمك. ففعلا وانا قاعده بجو عائلي كده جميل، قمت انا بقول لبابا يعني يا بابا لو حد مثلا اتقدم لبنت تكون مبسوطه كده، بس هو ظروفه الاجتماعيه مش قوي، بس هو متعلم وجامعي وشيك قوي وطيب قوي ومحترم، وشغال في شركه محترمه، بس مشكلته ان هو ابن ناس على قدهم، او ظروفه الاجتماعيه مش قوي، يعني ابوه شغال بواب، ابوه شغال سواق، حاجه زي كده، ممكن الاب يوافق. قال لي بصي اقول لك على حاجه. قلت له ايوه يا بابا. قال لي اهم حاجه الاحوال الاجتماعيه، اهم حاجه يعني قبل اي شيء الاحوال الاجتماعيه الماديه، الشخصيه اللي انت هتتجوزها وتعيش معاها. ازاي الواحده تقبل تاخد انسان اي كلام، او انسان مش من عيله كويسه، او انسان مش واجهه لها كويسه وتتعامل بيه قدام الناس؟ لا طبعا، ما دام هو مش من الاجتماع، مش من المستوى الاجتماعي بتاعها، بلاش ان هو بلاش ان هي تاخد الخطوه دي معاه وترفضها على طول، عشان برضو ما تبقاش قدام الناس باينه ان هي عندها نقص في حياتها وفي اختيارها. ازاي هتقدمه للناس والمجتمع اللي هي عايشه فيه؟ كل انسان بيتجوز اللي شبهه. ولقيت بابا رافض الموضوع، وماما قامت عملت عليه، قامت قايله لا هي ترفض، ازاي ان هي تبقى بنت ناس كويسين وتتجوز واحد ابن سواق او بواب؟ ايه القرف ده؟ لا 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 لا، لازم اهم حاجه الاحوال الاجتماعيه والماديه والشكل، المظهر الجمالي قدام الناس. وانا صاحبتي كانت فاضيه على طول، فالموضوع بدا يقلقني. المهم قلت له
انا مش عارفه اعمل ايه، اهلي شكلهم مش مقتنعين بالموضوع، ما انا عرضت عليهم الفكره ولقيتهم رافضين تماما. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت ايه الحل اللي عندك؟ قال لي بصي انا متمسك بيك وعايز اتجوزك وانا كده كده هتقدم لك. المهم فعلا جيت قدم لي. اول ما جيت اقدم له وبابا شافه لقيته بيبص له باستغراب. بقول له خير، انت جاي في حاجه؟ انا عايزك في الموضوع مهم. قعد يتكلم مع بابا وقايل له انا عايز اطلب القرب منك في الانسه بنتك. قال له انت معاك ايه؟ انا معايا بكالوريوس تجاره وشغال في شركه كويسه وبراتب كويس والحمد لله ميسور الحال يعني، دخلي ممكن يعيشني. قال لي انت تعرف انت ابوك شغال ايه؟ قال له اه عارف. قال له انت تعرف ان ابوك شغال البواب بتاعنا؟ انت تقبل ان انا اجوز بنت راجل يعني ما شاء الله مستثمر وعنده شركة مقاولات، وبنتي دكتورة صيدلانية وبنتي عز وبنتي حسب ونسب، إيه تقبلها ان هي تناسب واحد اقل منها من المستوى الاجتماعي وتبقى ماشية قدام الناس وحاطة وشها في الارض ومحروجة من اللي هتتجوزه؟ موضوعك مرفوض يا ابني، اشوف وشك بخير، خد الباب في ايدك ومشي. فبابا رفضه. لما بابا رفضه قلت له خلاص انا ما عنديش حل يا احمد ان احنا نهرب ونتجوز. وافق بالفكره على طول، قال لي تمام تعالي انا موافقك وتعالي نروح نكتب كتابنا ونتجوز. رحنا فعلا عند مأذون وخدنا 2 شهور واتجوزنا. وبعدين خد سكن يعتبر اوضه وحمام ومطبخ كده وصاله صغيره، شقه ما عليهاش القيمه، بس انا كنت مجبره لان انا فعلا غلطت معاه فلازم ان انا اصلح غلطتي. المهم لما اتجوزته من هنا لقيته بيعاملني بمعامله قاسيه جدا، بيعاملني باهانه. القناع اللي كان حاطه بالكلام الحلو والكلام الناعم يتشال، لقيته بادئ بقى يشتم ويضرب ويسب ويلعن ويهزق ويقول يا رخيصه. إيه احمد ربنا انا اتجوزتك، ده انت لولا ما انا طلعت ابن اصول وانت غلطت معايا ودلت على غلطك كان زمان ما حدش راضي يبص لك. بدأ يعاملني باستهانه. المهم طبعا انا عشان اتجوزته من ورا اهلي طبعا ما رحتش الصيدليه، كنت شغاله في نقابه الصيادله برضه، قعدت خايفه ان انا اروح في اي مكان اهلي يلاقوني يذبحوني. وفعلا لقيت والدي عامل اعلان في الجرايد ان انا متغيبه وان هو ان انا مخطوفه او كده. وانا طبعا قطعت علاقتي بوالدي خالص، بقيت خايفه ان انا اكلمهم او ان انا اطمنهم عليا اللي هيعود يعمل فيا حاجه. المهم طبعا والد احمد طبعا كان شغال بواب، لما عرف ان انا اتجوزت ابنه من ورا اهلي خد بعضه ورجع البلد هو ومراته. المهم انا عشت معاه عيشة ذل. فوجئت لقيت الإنسان النادل إن أنا اتجوزته وضحيت بنفسي وكرامته وبشرفي عشان وبأهلي عشانه، لقيته بيقول لي أنا ما عادش قادر أدفع الإيجار والدخل بتاعي ما يغطيش إيجار وأكل وشرب ومصاريف وكهرباء ومية والكلام ده، إحنا لازم نرجع البلد، أنت ترجعي البلد تعيشي مع أهلي وأنا هشتغل في الشركة وكل فترة هنزل لك أجازة. قلت له إزاي إن أنا أرجع البلد؟ انا ما اعرفش اعيش في بلد الارياف، انا ما اتعودش على كده، انا عايشه طول عمري في القاهره، ازاي انت توديني البلد؟ قال لما انا اجيب لك مين؟ احمدي نفسك، احمدي ربنا يا رخيصه ان انا ممكن على الوقت اهوت اطلقك وارميكي في الزباله واجبرك ترجعي لاهلك يقتلوكي، لا تعيشي معايا في البلد وتعيشي على مستواي الاجتماعي وعلى قد ظروفي، يا اما اطلقك واروح لاهلك يقتلوكي، ولا اعملي اللي في نفسك ان انت عايز تعمليه. المهم قلت له بس انا مش عايزه ارجع البلد، ضربني وبهدلني والمهم جبرني ان انا اخد هدومي واروح ارجع البلد. وعنا عملوه بقى اهله فيا، بقوا يعاملوني بأبذر المعاملة، بقيت امه تعايرني تقول لي تعالي يا رخيصه احمد ربنا ان ابني اتجوزك، كفايه ان انت وش فقر علينا قطعت رزقنا وجبت لي على ملا وشنا من القاهره للبلد وقطعت رزقنا واحنا عندنا مسؤوليات، وتقول لي قومي خدمينا وقومي اطبخي وقومي اعملي وقومي كنسي وقومي نضفي، لغايه ما كسروا عيني وذلوني وبهدلوني. لا تقول لها انت بتعاملني كده ليه؟ تقول انت مالكيش على المعامله دي، واحده رخصت بنفسها ومشت في الغلط، عايزين اعاملك ازاي؟ ده لولا ما ابن راجل وابن ناس كان زمان امك يستهلكها كده وخلى اهلك يقتلوكي. احمد ربنا ان ابني صلح غلط واحده زيك وهي عالم قبل منه كانت تغلط مع مين. ما انا ايش ضمني ان انت يعني محافظه على نفسك وهينك نفسك مع ابني، بس انا جايز انت من قبل كده كنت كده. ولقيتها بتقول لي اسوأ كلام واوسخ كلام واقذر كلام. المهم بقيت اعيط كل يوم ومبهدليني اخر بهدله. اللي يشوفني في الصور قبل ما انا اتجوز الشخص ده ما يشوفنيش دلوقتي، كبروني 100 سنه رغم ان جوازي معاه ما طولش اكتر من 10 شهور. المهم لقيت نفسي خلاص متحطمه نفسيا ومرخصين بيا ومبهدليني وعايشه خدامه باللقمه ويا ريت اللقمه عادله، ومش لاقيه مصاريف ومش لاقيه اكل ولا شرب نضيف، وعايشه خدامه لهم ومبهدلين اخر بهدله. غير كمان لما حماتي جوزي بيجي اليومين الاجازه ولا الاسبوع الاجازه اللي هو باخدهم كل شهر تشحنوا عليا ويقعد يضرب فيا وتقولوا مراتك ما بتعملش شغل، مراتك ما بتعملش حاجه، مراتك معتمد انا اللي اخدمها، وبقى يجي يضرب فيا عشان يخدموا. لقيت نفسي بتصل على والدتي بقول لها يا ماما انا ندمانه على اللي انا عملته وعايزه ارجع. لقيتها بتقولي انا اللي كان ليا بنت وماتت. فوجئت بالكلمه، ازاي يا ماما بتقولي كده؟ مش انت اللي رخصت بينا ورحت اتجوزت ابن بواب وكسرت عنا؟ انت تعرفي ان انت لما هربتي ابوك جاله جلطه ومات بعد 3 شهور من هروبك؟
قلت لها ازاي بابا يجربك؟ قلت لها قالت لي ما انت ما انتش حاسه باللي انت عملتيه، كفايه ان قرايبك كلهم حذروني، كفايه ان اهلي بيقولوا لي انت ما عرفتيش تربي بنتك، كفايه بيقولوا لي ان انت مش ام قدوه، بنتك كسرت عينك، اصحابي كلهم بعدوا عني، كل زميلاتي في الشغل عملوا لي بلوك. انت عارفه انت عملت فينا ايه؟ انت دمرتيني انا وابوكي وموتيه كمدا، ودمرت اخواتك ووقفت حالنا وخليت الناس كلها تبص لنا نظره احتقار ان انا ما عرفتش اربي. انا بنتي خلاص ماتت، بنتي خلاص انتهت، بنتي مش عايزه اعرفها. الناس كلها عرفت ان انت متي وانا خلاص خدت العزا فيكي، ما عرفتيش تيجي فكري في يوم من الايام ان انت تيجي عندي او ترن عليا. وقامت رايحه عامله لي بلوك، وقامت مغيره الشريحه تاني لما انا حاولت ارن عليها من رقم تاني لقيتها بتدي مغلق او غير متاح. فامي دلوقتي كمان انا خسرت اهلي وخسرت قرايبي وخسرت ابويا اللي كان عايش عشان يرضيني وكان محقق لي كل احلامي ان هو يموت صدمه نفسيه او بجلطه من اللي انا عملته. فدلوقتي انا بفكر اتطلق، بس هتطلق واروح فين؟ انا ممكن ارجع شغل النقابه لان انا لسه برضه موظفه، ممكن ارجع تاني لحياتي، بس ازاي ان انا اطلب الطلاق من شخص زي ده؟ وازاي ارجع لاهلي؟ انا كده خسرت اهلي وخسرت نفسي وخسرت الدنيا كلها. فاكتبوا لي في التعليقات اعمل ايه الصح ان انا اعمله؟ اتطلق وارجع شغلي وابدا ابني حياتي من جديد، ولا اعمل ايه؟ انا بقيت محتاره، اكمل مع الشخص الندل ده ولا اتطلق وانجد نفسي واعيش لوحدي وابني مستقبلي بايدي وارجع شغلي، واحاول ان انا حتى لو اشتغل شغل اضافي في اي صيدليه، لان صيدليه طبعا بابا لما انا هربت قفلها خالص. ولا اعمل ايه؟ انا بقيت محتاره، عشان خاطر اكتبوا لي في التعليقات اعمل ايه، ويا ريت تساعدوني وتقولوا لي الحل عشان اخد قرار. وادعوا لي ان امي ربنا يهديها وترضى عني واخواتي يرضوا عني والامور ترجع زي الاول. وانا والله ندمانه وبقول لاي بنت الحب مرايته عاميه، ما تعملوش زيي وتستعجلوا وتبقوا نفسكم، لان انا شفت ايام مش كويسه بعد ما انا هربت واتجوزت البني ادم ده، زنني بمعنى زنني وكسر عيني في خلال 8 شهور دول، وراني ايام اسود من ليل.